السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف الثالث شعب التأمينات، أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ شرح مادة المحاسبة في شركات التأمين. الفصل الأول وهو طبيعة وخصائص نشاط التأمين. تعالوا مع بعض نتعرف على نشأة التأمين. فكرة التأمين بتقوم على مجموعة من الأشخاص على مواجهة تلك الأخطار، وذلك بتحمل الذين يحتمل تعرضهم إلى نفس النوع من الأخطار الضرر الواقع على أي شخص منهم. الكلام ده بمعنى تخفيف عبء الخسائر الناتجة عن حدوث مخاطر معينة تصيب أي فرد منهم، فبدلا من تحمل ذلك الشخص الذي يتعرض للمخاطر وحده كافة الخسائر، فإن الجماعة تتعاون فيما بينها على توزيع تلك الخسائر عليها. بعد كده تعالوا مع بعض نتعرف على التأمين أو عقد التأمين. عقد التأمين هو عقد يلزم المؤمن، والمؤمن هنا المقصود بها شركة التأمين، مقصود بالمؤمن هنا شركة التأمين. هو عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. من تعريف التأمين أو عقد التأمين ممكن أستنتج أركان التأمين الثلاثة. أول ركن الخطر، تاني ركن القسط، تالت ركن أداء المؤمن. تعالوا مع بعض نتعرف على كل ركن على حدة. أول ركن وهو الخطر، يعرف بأنه عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد المتعاقدين. والخطر هنا بينقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد، أخطار الأشخاص، وهي الأخطار التي تصيب الشخص نفسه مباشرة، وفي حالة حدوثها تسبب له خسارة أو نقصا في الدخل، ومن أمثلتها الوفاة والحوادث والشيخوخة. ب، أخطار الممتلكات، وهي التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته وتؤدي إلى تلفها أو هلاكها، مثل السرقة والحريق. ج، أخطار المسؤولية المدنية، وهي التي تصيب الغير ويكون الشخص مسؤولا عنها أمام القانون، مثل الأخطار الناتجة عن السيارات والسفن والطائرات. الركن الثاني وهو القسط، وهو يمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه إلى المؤمن مقابل تحمله نتائج الخطر المؤمن منه. 3، الركن الثالث أداء المؤمن، وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه. تعالوا مع بعض نتعرف على بيانات عقد التأمين. 1، اسم شركة التأمين وبياناتها المميزة. 2، اسم المؤمن له وعنوانه. 3، مكان التعاقد. 4، تاريخ توقيع العقد. 5، تاريخ تنفيذ العقد. 6، الخطر أو الأخطار المؤمن ضدها. 7، قيمة القسط أو الأقساط وطريقة سدادها ومواعيد سدادها. 8، مبلغ التأمين أو التعويض الذي تلتزم شركة التأمين به. 9، توقيع المؤمن أو من ينوب عنه وكذلك توقيع المؤمن له. 10، رقم عقد التأمين. 11، مدة التأمين. وبهنا نكون خلصت حلقتنا النهاردة. أشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.